صباح النور عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي. اليوم ان شاء الله عندنا حلوه من الحلويات التقليديه المغربيه الاصيله. غنقدم لكم سيجار باللوز اللي كيجي معلق ولذيذ ومقرمش بنكهه جديده وبمذاق لا يقاوم. تابعوا الفيديو الى الاخير باش تشوفوا الخطوات وكذلك طريقه التحضير والمقادير اللي هما الاهم. وجدوا لي واحد ورقه وستيلو وندوزو المقادير اللي غنحتاج فيهم. علبه ديال الحليب المركز المحلى اللي غنحتاج منها غير 3 ملاعق كبيره فقط، تقريبا نصف علبه. ماء الزهر اللي تكون نوعيته جيده. 110 غرام من سكر حبيبات الابيض. كذلك غنحتاج ملعقه صغيره ممتلئه من القرفه. 50 غرام من الزبده الحيوانيه، تقريبا 2 ملاعق كبيره ممتلئه. المسكه الحره اللي غنحتاج منها غير حبيبات قلال، تقريبا 5 أو 6. عندنا كيلوغرام من اللوز، يمكن تستعملوا البلدي او تستعملوا الرومي اللي توفر استعملوه. اول حاجه كما المعتاد غادي ناخذ الماء مغلي وغادي نكبوه على اللوز باش يتفسخ ليا. نغطي عليه مزيان ونغطيه بواحد الغطاء لمده 10 دقائق ثم نبدا نفسخ فيه. هنا من بعد مرور 10 دقائق غنجرب واش بدا كيتفسخ مزيان ولا كنلقى فيه صعوبه. هنا كي تلاحظوا راه بدا كيتفسخ مزيان فمباشره غنبدا فيه. بعد ما تفسخوه غادي تحطوه في واحد الصفايه وغتغسلوه مزيان بالماء سواء البارد او الدافئ، المهم غير الماء. غسلوه مزيان ووضعوه في واحد المنديل وخليوه حتى يتصفى او حتى ينشف مزيان من داك الماء اللي فيه، تقريبا ما بين 2 حتى 3 سوايع او حتى الليله كامله. ما كاينش مشكل، ما تخافوش عليه نهائيا. خافوا عليه الا كان عقده وخليتوها معريه، اما الا كان اللوز هكا فما تخافوش عليه. غنوضع واحد الكميه من اللوز في الطحانه الكهربائيه ونوضع معاها السكر، قليل من السكر، وتقريبا 7 ديال حبيبات من المسكه الحره. ثم غنطحن جيدا حتى تعلق ليا العقده بهذه الطريقه. مجرد ما توصل لهذا القوام هذا غادي تدوزوا الكميه الاخرى حتى تنهيو جميع الكميه. كي تلاحظوا راه العقده كتجي معلكه كامله، ما كتجيش مفرشه. كنفضل ان هاد السيجار هادو يكون الحشو ديالهم معلق. كاين اللي كيخليهم شويه يعني مقرمشين، ولكن من الافضل يكون بهذه الطريقه هذه كيجيو لذاذ بزاف ومعلكين. نخليو القرمشه غير الورقه فقط. ثم غنوضع كي لاحظتوا ملعقه صغيره ممتلئه من القرفه، ونوضع 50 غرام من الزبده اللي هي كي قلت لكم 2 ملاعق كبيره ممتلئه. غادي ندمج المكونات جيدا ونحاول نعجن العقده حتى دخل لينا ديك الزبده مزيان في العقده ديالنا. ثم من بعدها غادي نضيف 2 ملاعق كبيره تكون عامره جيدا بماء الزهر. هذا الماء الزهر كيعطي واحد المذاق هائل في العقده، وخصوصا لكان ماء الزهر طبيعي. ومن الافضل ما تستعملوش في هذه العقده سكر منسم بماء الزهر. ثم غنوضع 3 معالق ممتلئه جيدا من الحليب المركز المحلى، كيعطي واحد المذاق اللي جيد بحال وضعين فيه الحليب يعني المجفف. الا ما توفرش عندكم الحليب المركز المحلى يمكن توضعوا ملعقه من الحليب المجفف، كيجي مذاقه قريب بزاف المذاق ديال الحليب المركز المحلى. ثم غادي نخدم جيدا العقده حتى يندمج مع داك الحليب وتولي كتجمع لينا بسهوله بهذه الطريقه هذه. ثم غادي نغطي عليها جيدا بالبلاستيك الغذائي كي قلت لكم في الفيديو السابق باش ما تنشفش لكم العقده اللوز. راه واخا تخليوها حتى يعني يومين ما تخافوش منها نهائيا. غير اهم حاجه كي قلت لكم تكون مغطيه مزيان باش ما يدخلش ليها الهواء وداك اللوز ديالكم ينشف. هنا كنعتذر منكم جا الفيديو شويه بدون اضاءه. غناخذ الورقه ديال البسطيله حجمها كبير نقسمها على 2 ثم غادي نتنيها بهذه الطريقه على 3. فاش غادي نتنيها غنبدا نقطع يعني بطريقه قد ما يجيش شي كبير وشي صغير،
غير على 3، يعني النصف غنقطعو على 3 كما هو موضح في الصورة. ثم غادي نقطع هادوك الجوانب او هادوك البلاصات يعني ديال ورقة البسطيلة اللي تيكونوا مشنفين، غنحيد منهم هادوك الشنينفات باش يجي الشكل ديال السيجار ديالنا هو هذاك، يعني يكون مقاد مصايب وحتى في القلي ديالو ما يجيناش مشتت. هنا كتلاحظوا خديت واحد الورقة وغناخد واحد الكرة اللي يكون الوزن ديالها تقريبا 9 غرام، وغنحاول نحربلها باش تجي على شكل طولي كما واضح في الفيديو. ثم غناخد نديرها في الورقة ونوضع في الجوانب الدقيق، ثم نعاود نوضع يعني نعاود نجمع الجناب ونعاود نوضع الدقيق باش يتجمع ليا السيجار مزيان بهذه الطريقة. الا كان شي زوائد ديال الدقيق كتحيدوهم، وما تخافوش نهائيا انه غيتحل لكم في القلي حيت كيجي مجموع مزيان من كاع الجهات. ثم نعاود معكم وحدين اخرين. غناخد الورقة نوضع في الفوق الدقيق اللي ممزوج بالماء، يكون القوام ديالو شويه ثقيل. ناخد كي قلت لكم واحد الكره اللي وزنها 9 غرام، نحربلها بهذه الطريقه هذه، ثم نوضعها في الورقه ديال البسطيله. نعاود معكم كره اخرى. انا كنحاول ندير غير عيني ميزاني، ولكن فاش عبرت لكم لقيت كل كره كتوفر على 9 غرام. اما بالنسبه لورقه البسطيله فاحتاجيت منها 1.25 كيلو من الورقه. فبطبيعه الحال هاد الكميه ديال اللوز غتخرج لكم واحد الكم هائل ديال لي سيجار. ثم من بعد ما وضعنا اللوز او العقده في الورقه غنلويوها بهذه الطريقه هذه، ما نحاولوش اننا نزيرو وفي نفس الوقت ما نرخيوش الورقه. ثم غنجمعوا الجانب الاول ونجمعوا الجانب الثاني باش ما تخرجش لينا العقده من الجوانب فاش تكون كتقلى في الزيت. ثم نوضع واحد الكميه قليله من الدقيق باش نسد بها البريوه ديالي او عفوا السيجار ديالي. كما تلاحظوا غنجمعوا بهذه الطريقه هذه ونحطوه جانبا. راه كيجي مجموع. الا كانوا شي زوائد ديال العجين اللي خرجوا من الجناب فمسحوهم قبل ما ينشف فيهم. كذلك غنمشي بنفس الطريقه مع الكميه كامله حتى ننهيها كامله. كما قلت لكم راه هاد الكميه او هاد العقده كتخرج كميه هائله. كتلاحظوا راه حاطه شي فوق شي، يعني حاطه طبقات ديال لي سيجار وكيجيو في نفس القياس، وحتى الحجم ديالهم ما كيجيش كبير، يعني ما كيطلعش لكم لي سيجار في الراس. حدكم 2 ديال العضيضات صغار راه كملتوا السيجار ديالكم. ثم هنا غناخد الزيت اللي يكون ساخن جيدا وغادي نبدا نقلي فيه لي سيجار ديالي. وبالنسبه للزيت خصو ضروري يكون طالع على لي سيجار، يعني السيجار يكون مغاطس مزيان في كميه ديال الزيت. ثم غنبقى نحرك في الكميه حتى يذهب لي داك اللون ديال لي سيجار. كل مره غتبداو تحركوه حتى يبان لكم الذهب. غير يبان لكم بدا يذهب شوي صافي غتحيدوه من فوق الزيت وغتوضعوه مباشره في العسل. والعسل راه حضرته معكم في الفيديوهات السابقه. راه كيجي العسل جد رائع، كيلصق مزيان على البريوات وكذلك على لي سيجار، يعني راه ناجح 100%. ما غاديش ان شاء الله توحلوا فيه نهائيا، ما غاديش تجيكم شي تعقيدات فيه. ثم من بعد ما حيدنا لي سيجار من الزيت وضعتهم في العسل وغادي نضغط عليهم بشوي بشوي باش ما يتهرسوش لينا نهائيا او ديك الورقه تبدا كتفرتت. بعد ما غادي نغطسهم مزيان في العسل غنوضع الكميه الاخرى وغادي نمشي هكا حتى ننهي الكميه كامله. كتلاحظوا ملي تدوز الكميه الاولى كتبدا تحمر الكميه الثانيه اللي في الزيت. كنبدا نصفي السيجار ديالي من العسل ونوضعه في شي شبكه اللي تكون بطبيعه الحال كتستحمل الحراره، يعني نوعيتها جيده. ونخلي داك العسل او داك السيجار ينزل منهم داك الزائد ديال العسل، ونمشي على الطريقه حتى نكمل كاع لي سيجار ديالي. وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديال لي سيجار بعد ما زينتهم برقائق اللوز
وكذلك بأوراق الذهب وبعض أوراق الورد البلدي. كنتمنى أن وصفة اليوم تكون نالت إعجابكم. شكرا على المتابعة، شكرا على دعمكم، شكرا كذلك على اللايكات ديالكم وعلى تعاليقكم. تهلاو لي في راسكم، تلقاو إن شاء الله فيديو جديد ومع السلامة.